السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا التحليل والذي سنحلل فيه مباراة ريال مدريد وبرشلونة. مباراة فيها الكثير من الإثارة، فيها الكثير من الحسابات، فيها الكثير من مباراة ثائر، مباراة للتاريخ، مباراة رد اعتبار خصوصا لنادي ريال مدريد الذي خسر في المباراتين السابقتين، وكانت خسارة ريال مدريد خسارة كبيرة جدا. خسر في كأس الملك بنتيجة 5-2، وخسر بالدوري بنتيجة 4-0. كانت أغضبت جماهير نادي ريال مدريد غضب كبير. بينما ريال مدريد كان يصارع في أبطال أوروبا، خرج خروج المغلوب، وخرج خروج كان خروج كبير جدا. الجماهير الريالية غضبت غضبا شديدا بهذا الأداء الذي أدى فيه فريق برشلونة، وحملت المسؤولية الكبيرة على كارلو أنشيلوتي الذي يحلم بأن يحقق كأس الملك وتعويضه عن ما فات في هذا الموسم. إلى الآن ريال مدريد خرج من دوري الأبطال ويصارع في الدوري المحلي بفارق 4 نقاط على برشلونة. كذلك يريد حصد هذا اللقب الثمين، والذي قد ينجي كارلو أنشيلوتي من مغادرة نادي ريال مدريد. الكثير من الأخبار تقول أنه سيغادر بعد هذه المباراة، لكن أخبار أشوف أنها ضعيفة، وإذا كانت هناك مغادرة سيكون في نهاية هذا الموسم. الكثير من الحسابات في هذه المباراة، أولها حسابات الثار لنادي ريال مدريد، ثاني حسابات وهي حصد اللقب في هذه السنة. أول لقب سيكون لريال مدريد في هذه السنة. ثانيا نفسيا وجماهيريا وشعبيا، ريال مدريد يريد إرضاء جماهيره بعد الأداء الذي أداه في هذا الموسم. أداء كان ضعيف جدا من الفريق، وكذلك كما يقول جماهير ريال مدريد من كارلو أنشيلوتي الذي كان السبب. لكن باعتقادي لا أظن أن أنشيلوتي هو السبب، وإنما كان الفريق ضعيف جدا، ضعيف من ناحية الوسط، فيحتاج على ما أعتقد تغيير في خط الوسط وضخ دماء جديدة في فريق ريال مدريد. بينما برشلونة يتطلع إلى تحقيق وحصد الكثير من الألقاب، خصوصا بعد ما فاته من ألقاب سابقة في السنوات ال5 الماضية، والذي كان يخرج بمواسم صفرية بدون أي ألقاب. برشلونة يسعى إلى تحقيق الثلاثية